عسلامة، مرحبا بكم في كوجين حنونة. ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة يا ربي. اليوم كما قاعدين تشوفوا باش نعملوا مقرونة بولونيز، مقرونة تونسية باللحم المفروم، محرحرة مشخشخة. واهم حاجة انها تحضر فيسع بالحق، ما نفي ساعة وتحضر. وكيف العادة قبل ما نتعداو للتفاصيل ندعوكم انكم تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديدنا الكل. اول حاجه باش نصبوا شويه زيت، هذاك تقريبا 100 مليلتر زيت زيتونه، كاس تاي صغير. نستناوه لين يسخن شويه وباش نزيدوا اللحم. هنا بالنسبه للحم مفروم ما بين 250 غرام 300 غرام اللحم. باش نعمل هنا رطل المقرونه، اللي يحب يعمل كيلو بالطبيعه يزيد شويه في اللحم المفروم. نخليك اللحم يتقلى مليح. هنا راهو سر البنه نتاعها انه اللحم يتقلب بالباهي راهو حتى لين ريحته هكا تفوح. وتو باش نفوحوه بالبهارات كما قاعدين تشوفوا، تابل، فلفل اكحل، ملح، كركم. باش نزيد شويه نعناع زاده، وبالطبيعه الفلفل الاحمر قد ما تحبوا معناها الحروريه. ونخلطوا اكل اللحم المفروم بالبهارات اللي حطيناهم الكل. وبالطبيعه راهي صوص بولونيز هي بيدها نفسها نعمل بها مقرونه كما نجمو نستعملوها في اللازانيا. دونك تو باش نزيد بصله متوسطه مبشوره هكا جويده مع اللحم، تتقلى شويه. وباش نزيدو زيادة الثوم. هنا استعملت تقريبا راس ثوم رفستو، ونزيدوه لبقية المكونات ونخليه اللحم والبصل والثوم يتقلاو شويه بالطبيعه على نار هاديه. هنا خديت 2 كعبات طماطم رحيتهم وضفتهم للحم. باش نزيد كيف مغرفه وشطر طماط كونسونطري، وباش نضيفو مغرفة هريسة. بالطبيعة ديما الهريسة حسب الذوق، ماذا بينا الهريسة تكون هريسة العربي بالطبيعة. ونخلطو المكونات الكل من بعضهم. وباش نزيد شوية ماء باش نحل الطماط. من المستحسن تكون الماء يغلي. ديجا احنا حطينا الماء يغلي للمقارونة، وبعد دريجين كريتو التقلية معناها تقليها مليح هكا الطماطم باش نمرق بالماء 2-3 لوش ماكسيموم. الصوص لازمها تكون عاقدة راهو خاطر ديجا هو اللحم مفروم بريسك طاب، ماهوش باش يزيد ياخذ برشا وقت في التطيب. هاكريتو عينكم ميزانكم، ما تخليوش الصوص جارية برشا، ونخليوها تطيب حكاية ربع ساعة أخرى. ومن بعد باش نزيدو نفوحوها بالطبيعة. أهم حاجة باش نزيدو هنا الرند، كريتو بعد ربع ساعة قرت زيتها. دونك باش نزيدو 3-4 ورقات رند، وقرين فلفل. الفلفل المسكي حقيقة زيد يبنن في المقرونة. نزيد نخليهم دريش هكا يطيبوا، ومن بعد نحيك القرين فلفل. كيف ما قلت لكم الصوص ماذا بينها تبدا خاطره ما تبداش جاريه. وتو ما تبقى كمش نضيفوا المقرونه كما سبق وقلت لكم. استعملت هنا رطل المقرونه، اختاروا المقرونه اللي تحبوا عليها. هنا احنا استعملنا اللحم البقري، نجمو زادا نستعملوا حتى اسكالوب مفروم. ما تفرقش برشا، جوست مثلا في البهارات تنجموا تزيدوا شويه زعتر وكليل يفوح برشا بالنسبه للدجاج، اما تقريبا نفس المراحل. وتجيكم زاده بنينه على الاخر وخفيفه زاده. ما تبقى كي باش نزيدوا رشيشه فروماج رابي ولا موتزاريلا كيف ما تحبوا. ان شاء الله يا ربي ما طولناش عليكم. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتحبوها. وما تبقى لي كي باش نقول لكم دمتم بخير، والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.